للشباب، نظرا لربما الأهمية اللي بات تخلقها المقاولاتية ومدى أثرها على الاقتصاد الوطني. اليوم تجدر بنا الإشارة إلى ضرورة المرافقة بشكل أكبر للمقاولاتية، مقاولة الشباب كأسلوب فعال من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه الفئة الكبيرة من المجتمع. أيضا في هذا الإطار نعلم أن الدولة توجهت من خلال بيان السياسة العامة للدولة في إنشاء العديد من هذه الأجهزة والهياكل، أهمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا الصندوق الوطني للتأمين، الوكالة الوطنية لتسهيل القرض المصغر للشباب، وكذا مؤخرا الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولات. غير أن هذه البرامج ربما لا تلبي الاحتياجات المتزايدة في مجال الشغل وتنمية قدرات الشباب، وذلك نظرا لوجود ربما ثروات عديدة في هذا المجال والتي لم يتم استغلالها بعد. أيضا يجدر بنا اليوم البحث عن برامج جديدة قادرة يعني أن تحقق ضمان من أجل إنشاء وتحقيق مجال اقتصادي ربما يكون ملائم أكثر للاستثمار والإنتاج بصفة عامة، ويكون هذا المجال يعني خالي من القيود اللي نعرفوها. أيضا اليوم على خلفية هذه المؤشرات ربما ونظرا لإمكانيات الدولة في ظل اعتماد الحكومة الجزائرية لسياسة جديدة لتقييد حظوظ بروز الشباب سيما في مجال الشغل واكتساح العالم الاقتصادي، يقترح أيضا تطوير آليات دعم استثمار القطاع الاقتصادي بما يتماشى مع المنظومة القانونية الدولية. نتحدث في هذا الإطار لتحقيق ربما مقاربة. اليوم نشوفوا أنه الدولة ماشية، وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان وقع منذ خلال الأيام السابقة على قانون المقاول الذاتي. هذا القانون الجديد الذي سيعزز سبل ولوج الشباب ومقاولات الشباب إلى هذا العالم، وأنه يكون فيه تحقيق لمردودية أكبر. ومدى مقاربة هذا القانون للمنظومة القانونية الدولية والنماذج اللي نعرفوها في الدول الأجنبية. أيضا ربما يقترح على اللجنة الوصية باش نخرجوا بمقترحات فعالة في هذا الإطار أن يكون فيه ترقية تكوين تأهيلي للشباب سيما حاملي الأفكار والمشاريع الاقتصادية. أيضا ربما يكون لما لا يكون في إيجاد لسياسة محفزة لإنشاء مناصب عمل لفئة الشباب بالأخص من خلال خلق تحفيزات في المجال الجبائي. الشباب اليوم نتحدث عن الشاب المقاول محتاج نظرا للصعوبات اللي ربما تعترض طريقه في مجاله إلى تسهيلات أكبر في المجال الجبائي، ناهيك عن عصرنة تسيير سوق العمل. عصرنة تسيير سوق العمل من خلال اتجاه ربما أو خلق وإتاحة الفرص للشغل في إطار الأولوية لفئة الشباب من خلال إعادة تأهيل أيضا الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. إذا أخيرا ربما إنشاء نصوص قانونية ضمن قانون الشباب قادرة على إيجاد ضمانات حقيقية في مجال الدعم ومرافقة مشاريع ونشاطات الشباب. اليوم الشاب محتاج إلى مرافقة، كما نعلم الشباب قوة حية في بناء الوطن، وعلى الدولة مثلما تعهدت في دستورها أن تسعى على تنمية قدراته وتفعيل طاقته. شكرا جزيلا. شكرا. أنا أظن أن التجربة هذه مليحة بزاف، وحنا نفكروا رايحين نحطوها في التوصيات وفي التقرير تاع الجلسة هذه السابقة. الله يوفقك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.